عيشوا الحياة بأسماء الله. واسم الله اللي معانا النهاردة هو اسم الجبار. اسم الجبار ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والمعنى اللغوي لاسم الجبار هو الذي يجبر قلوب المنكسرة. يعني يقول لك فلان أكبر فلان، يعني فلان راد فلان، او فلان الغني ادى لفلان الفقير. يقول لك فلان اكبر الكسر. يعني ايه اكبر الكسر؟ من اللي هي التكبير، مش اللي بيتكسر بنقول عليه جبر له رجليه. انك تجبر الكسر للعظام، ده احد معاني اسم الجبار. كتير مننا كانوا فاهمين ان اسم الجبار من الاسامي الغليظه، الاسامي اللي فيها قهر. لا يا جماعه، اسم الجبار المعنى اللغوي بتاعه جميل. اسم الجبار يدل على الرحمه، يدل على ان انت تقدر تلتجئ الى صاحب الامر هو يجبر لك كل امرك. اذا كنت فقير يبعت لك اللي يجبرك، اذا كنت انت ضعيف ومحتاج لموقف ما عايز سند يبعت لك اللي يقف جنبيك. لو انت محتاج حاجه منه هو يجبر بخاطرك. ما عشان كده يقول لك ايه؟ اجبر بخاطري. الجبر شيء جميل. وخلي بالكم لما بيتحذف الالف واللام، اسم الجبار بيتحول هنا الصفه بتاعته للقهر والطغيان. فممكن برضه يبقى قهر وطغيان لان هما بيعتدوا على الناس. سبحان من يجبر القلب المنكسر ويطبطب عليه. اتعلموا يا جماعه تعيشوا الحياه باسماء الله. تعالوا نبقى عباد جبارين، نجبر بقلوب اللي حوالينا. لو الناس كلها مشيت بالمبدأ مش هتلاقي واحد فقير، مش هتلاقي واحد محتاج، مش هتلاقي واحد محتاج خدمة في مكان وما يلاقيش حد يجبر عليه. ما كله هيبقى بيتسابق انه يجبر لكل اللي حواليه. اجبروا قلوب اللي حواليكم يجبر ربنا بخاطركم. اتمنوا دايما الخير واسعوا انكم تحققوه للناس. وده مش هيحصل غير لما احنا فعلا نخلي اسماء الله منهج لينا في الحياة. تعالوا نعيش اسماء الله وامسكوا في اسم الجبار. خلي بالكم الجبار شيء جميل، بس يا ريت نبقى احنا كمان جبارين لكل الناس اللي محتاجين ان احنا نجبر بقلوبهم.